علم سيت أنفو أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة شكيب بن موسى اجتمع بنائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عبد الرزاق الإدريسي يوم أمس الثلاثاء 12 دجنبر 2023. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن اللقاء كان بدعوة من الوزير الوسي على القطاع، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة حوار سيتم الترتيب لها في إطار التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وبتنسيق مع التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس والتنسيقية الثانوية التأهيلي. يشار إلى أنه سبق للتنسيق الوطني لقطاع التعليم أن كشف في وقت سابق عن عدم تلقيه أي دعوة رسمية من الحكومة أو وزارتها في التربية الوطنية من أجل عقد لقاء أو حوار حول النظام الأساسي المثير للجدل. وأوضح المصدر ذاته أن جميع مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم 23 لم تفض أحدا أن يمثلها في أي لقاء أو حوار سواء مع الوزارة الوصية على قطاع التعليم أو النقابات. وأشار التنسيق إلى أن الشغيلة التعليمية تمثلها هيكلها الوطنية وهي المخمول لها للترافع عن ملفاتها المطلبية، مجددة تأكيدها على أهمية تنزيل جميع الأهداف والتي تؤسس من أجلها.